السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعينا الكرام في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة إن شاء الله هنعمل أكلة من المطبخ الهندي. هنعمل مع بعض فراخ تندوري، ولا هنحطها في الفرن ولا هنضطر نشوي. احنا هنعملها على عين البوتاجاز في الجريل بتاعنا أو في طاسة عادية، سهلة وسريعة جدا. تعالوا نبدأ الأول بالفراخ. هناخد الفراخ ونغسلها غسلة كويسة، وبعدين هنيجي نعمل فتحات بالسكينة في الفراخ. الفتحات بتاعتنا توصل لغاية العظم. ممكن هنا نشيل الجلد من على الفراخ بتاعتنا، وممكن نعملها بالجلد بتاعها. انا هنا هعملها بالجلد علشان لما تاخد كفر يبقى الجلد عامل حماية للفراخ. دلوقتي هاخد الفراخ اغسلها غسلة واحطها في مصفى، ونبدأ نجهز التتبيلة بتاعت الفراخ مع بعض. في بولة هحط معلقتين كبار من زيت الزيتون، وعليهم معلقتين كبار من الكاتشب. ولو مفيش عندك كاتشب حطي معلقتين من الصلصة، وحطي نص معلقة من السكر. هضيف كمان معلقتين كبار من الصويا صوص، وهضيف معلقة كبيرة من دبس الرمان. ولو حابة تضيفي صوص باربيكيو تقدري تضيفي. وهحط معلقة صغيرة من الثوم المفروم الناعم، معلقة صغيرة من الروزماري المجفف، معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة توم بودرة، معلقة صغيرة بصل بودرة، معلقة كمون، معلقة ونص من الملح، معلقة من البابريكا، نص معلقة من الفلفل الاسود، ربع معلقة من الشطة، ونص معلقة من الكربوناتو او البيكنج صودا. والكربوناتو بتساعد على ان اللحم يستوي كويس، ويبقى الكفر من بره مقرمش، ومن جوه اللحم طري وجوسي من جوه. هناخد الفراخ ونتبلها كويس، وندخل التتبيلة في الفتحات اللي احنا عملناها في الفراخ. وبعد ما تبلناها كويس هنغطيها وهناخدها نحطها في التلاجة لمدة نص ساعة لغاية ما تشرب من التتبيلة. وفي الوقت ده هكون سلقت المكرونة، وهعمل الصوص او الصلصة اللي هنحط فيها المكرونة، اللي هي الصلصة السريعة. في حلة على النار هحط معلقة من الزبدة. بمجرد ما تسيح وتسخن شوية معايا هكون مجهزة عصير طماطم، وهكون مصفياه كويس جدا. هضيف الطماطم للزبدة، وهبدأ بقى اضيف لها التوابل بتاعتنا بسيطة جدا اللي هنضيفها على صلصة المكرونة. هنضيف معلقة صغيرة من الكمون على الكزبرة، وهنضيف نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وهنضيف معلقة من البابريكا، ونص معلقة او ربع معلقة من الشطة حسب رغبتكم. وهنحط الملح حسب الحاجة. وطبعا اي صلصة مكرونة او اي صلصة بنعملها بنضيف فيها معلقة صغيرة من السكر بعد ما تبدأ تغلي، علشان نعادل الحموضة اللي في الصلصة علشان تبقى خفيفة. بعد ما تغلي الصلصة بتاعتي وتتسبك شوية هضيف لها السكر. هنسيب بقى الصلصة على جنب، وهنطلع الفراخ بتاعتنا بعد ما خدت نص ساعة في التلاجة. هنحط دهنة زيت بسيطة جدا، ونضيف الفراخ على طول في الطاسة بتاعتي. طيب احنا ممكن نحطها من غير ما نحط دهنة الزيت عشان تكون خفيفة. دهنة الزيت هتساعد على ان الفراخ ما تلزقش، علشان التتبيلة بتاعتها دي هتنزل مية فهتخلي الفراخ تلزق. انما دهنة الزيت هتعمل زي كفر حماية ان الفراخ ما تلزقش في الطاسة معانا. هنا المكرونة بتاعتي اتسبكت الصلصة بتاعتها، وضفنا معلقة السكر. طبعا المكرونة سلقينها وجاهزة، هنضيفها على الصلصة. المكرونة مش بنسلقها سلق كامل، لان احنا بنحتاج ان هي تبقى تاخد شوية مع الصلصة علشان تشرب وتطعم من طعم الصلصة. فانا سلقتها تلتين سوا، وهتكمل التلت الباقي مع الصلصة. هاخد المكرونة بعد ما قلبتها كده، وهحطها على عين صغيرة،
وهسيبها لغاية ما تكمل سواها في الصلصة. وادي الفراخ بتاعتي خلصت واستوت، وانا اختبرتها طلعت مستوية وكويسة. هسيب بقى المكرونة تستوي كده على نار هادية، ونرجع تاني للفراخ بتاعتنا. الفراخ واحنا حاطينها في الطاسة كل دقيقتين بنقلب الفراخ على كل جهة شوية، لان برضو لو سبناها على ناحية واحدة الخلطة اللي على الفراخ هتتحرق في الطاسة وهتتحرق في الفراخ، وهيبقى الطعم والشكل وحش جدا. انما لما نقلبها من وقت للتاني على كل جهة شوية هتستوي سوا متكامل، وكمان هتاخد لون من كل الجهات ومش هتتحرق مني. كمان كل ما نقلبها بنغطيها بغطا علشان نكتم الحرارة، بحيث ان احنا نطمن ان الفراخ استوت من كل الجهات. كده الاكل بتاعي خلص وبقى جاهز معايا، وعملت كمان شوية بطاطس، وممكن نعمل طماطم مخللة او بتنجان مخلل. اكلة سريعة بسيطة، ممكن تتبلي الفراخ وتجهزيها عندك في الفريزر، وقت ما تحتاجيها تطلعيها وتستخدميها. كانت أكلة بسيطة وأكلة سريعة، وكانت لذيذة وطعمها حلو وعجبت الأسرة والأولاد، وإن شاء الله انتوا كمان هتجربوها وهتعجبكم جدا. وهستنى انكم تقولوا رأيكم في أكلة النهاردة في التعليقات. تعالوا بقى كده نختبر الفراخ ونفتحها مع بعض ونشوف بعد الشكل الحلو ده والريحة الروعة دي السوا من جوه عامل ازاي. بصوا الفراخ دايبة جدا في السوا، شايفين لحمها ابيض، الفراخ دايبة مستوية جدا معانا، واخدة كفر قرمشة من بره ومستوية ولحمها طري من جوه. دي كانت وصفة النهاردة، واتمنى ان هي تكون عجبتكم. ولو عجبتكم هستنى تعملوا شير ولايك للفيديو، وتدوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس لو حابين يوصلكم مننا كل جديد. وخلص فيديو النهاردة، واشوفكم في يوم جديد بفيديو جديد، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.